ناس كتيره جدا بتستقطب الاطفال، وعشان ليه روبلوكس لا؟ سؤال كبير جدا ان احنا نقدر نجاوب عليه مره واحده، هنعمله على حلقتين. فليه روبلوكس لا؟ الجزء الاول ما تخوناش على السؤال دوت. عايزين كده نتخيل مع بعض لعبه بيدخل عليها اكتر من 70 مليون شخص في اليوم، ده زائد كمان ان عندهم تشات مفتوح، ده ممكن اي حد يتكلم مع اي حد مفيش اي مشكله، وتقدر كمان تبعت عليه فيديوهات صور كل اللي انت عايزه، يعني مش بس كلام. فاكيد ال 70 مليون شخص اللي داخلين على روبلوكس دول مش كلهم ناس اسوياء، لا طبعا فيها ناس كتيره جدا بتستقطب الاطفال والتين ايجرز عشان يقدروا ان هم ياخدوا منهم معلومات عن الكريدت كاردز، عن مكان سكنهم، يبعتوا لهم كمان لينك يدوسوا عليها تعمل لهم فيروسات في الكمبيوتر او الجهاز اللي معاهم. ومع ان السن المفروض يبدا يلعبها هي 9 سنين، في ولاد كتير بيسجلوا فيها اصغر من 9 سنين بيقدروا انهم يضحكوا عليها، و9 سنين كمان مش كبير، ممكن لان اي حد يقول له اي حاجه ويصدقها. يا ريت اللي عنده تجربه مع لعبه روبلوكس او اي لعبه تانية يبعت لنا، واكيد طبعا احنا هنحافظ على الخصوصيه، بس انت هتساعدنا ان احنا نعرف ابهات وامهات تانيين علشان خاطر يخلوا بالهم من الالعاب اللي زي ديت.